طب دكتور، يعني خلينا بقى ايه نتكلم ايه كلام بسيط شوية علشان المتلقي او المشاهد او المستمع يعني يبقى حاسس ان هو فاهمنا، يعني بلغه زي ما بنقول يعني انا بعتذر طبعا ان لغتي علميه صرف، هبسطها شويه. حاضر. لانه مش كل اللي بيتفرجوا علينا يعني دارسين طب. اوعدك. انا هسالك سؤال، يعني طب انا بقالي 100 سنه باكل فسيخ ما جراليش حاجه، ايه لو على الكلام بتاع حضرتك كان زمان 3/4 المصريين كل سنه ماتوا فيهم، يعني عدد كبير مات؟ الإجابة في كلمتين بمنتهى البساطة، هناخد قاعدتين ونمشي عليهم. مش كل الفسيخ بالضرورة مسموم، وارد قوي أجيب سمكة بوري أخللها وأحطها في البرميل الخشب وأعملها وأكلها ومفيش جرثومة. الجرثومة اللاهوائية. إيه السبب إن في فسيخ مسمم؟ الصدفة فقط، بالصدفة. ستر ربنا. الجرثومة دي موجودة مع السمكة وموجودة في الشارع وفي شبكة الصياد وفي التراب وفي الهواء وفي كل حتة. بالصدفة جات على حظي على سمكة، إحدى سمكات البوري اللي هتتخلل، مش بقية السمك كله. فيطلع برميل المملح السردين أو الفسيخ سليم كله ما عدا واحدة اللي كان فيها الجرثومة اللي تكاثرت في الوسط اللاهوائي بعد كده. طب يبقى أنا عندي واحدة من ضمن 50 سمكة اتسممت، وقعت في حظي أنا. وقعت مش كلها كمان، ده وارد قوي، حتة منها اللي اتسممت وبقية السمكة سليمة. خدوا يا أولاد كلوا. الأولاد الثلاثة أكلوا من السمكة السليمة الجزء السليم، وواحد بس أكل من دي، هو الضحية.